السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بوصفة جديدة ان شاء الله تعجبكم، وحاجة من الاساسيات في الصيف، والصوصات والعصاير. صوص الكراميل بأبسط الطرق وبأقل التكاليف. عندنا هنا كوباية من السكر، كوباية من اللبن او حليب، ومعلقتين صغيرين من اللبن في كوباية لوحدهم. بحط عليهم زي ما انتم شايفين كده. دي كوباية مش مليانة بس معلش الإضاءة. ديت ربع كوباية من الحليب أو المية، بدوب فيهم معلقتين نشا. ومعانا هنا كوباية كاملة من السكر، كوباية كاملة من اللبن أو الحليب، ومكعب زبدة. عندنا هنا حاجة ستانلس أو ألمونيوم، أهم حاجة مش تيفال أو سيراميك. وبنزل فيها السكر على نار هادية، وبوزع السكر يبقى متساوي، مش مكان مكلكع ومكان مفيهوش. أول ما الاقي الطروف بدأت تحمر وتغير لون زي ما انتم شايفين كده، ببدأ أقلبه بسباتشولا أو معلقة خشب أو مضرب لحد ما بفضل أقلب فيه. الكراميل محتاج طولة بال، ومحتاج على نار هادية، ومش محتاج ملل علشان اخد نتيجة كويسة، واخد كراميل ناعم وصوص ناعم، ما يكونش فيه حبيبات سكر او فيه تكتلات. اول ما الكراميل بتاعي معايا ساح تماما زي ما انتم شايفين، نزلت بمكعب الزبدة او السمنة، وبعدين نزلت عليه بكوباية الحليب بتاعتي. وما تقلقيش خالص، هو هيكتل وهيعمل منك كده. ده مش درجة فشل، لا، هو بيعمل كده اول ما ياخد صدمة. ايدك فيه زي ما انت شايفة، انا بوريكي الحروف والتكتلات اللي فيه. ايدي فيه دلوقتي هوريكي ازاي داب. اهم حاجه في صوص الكراميل ما تمليش. اول ما داب معايا تماما زي ما انت شايفه الحروف، ما عادش فيه اي تكتلات او اي حبيبات سكر، وداب تماما. بنزل بربع كوبايه اللبن او الميه اللي متدوب فيها معلقتين نشا، وبسيبهم لحد ما يتقل خالص. الصوص الكراميل ده بنستخدمه للحلويات، لتزيين الايس كريم، اللي عمل الحلويات، للعصاير، الكلام من ده. بس انا متقلاه شويه عن المعتاد، لان عايزه اما استخدمه في الحلو معايا يبقى متماسك، ومش وانا باخد منه احس ان هو مطاطي، لا، احس ان انا باخد من حاجه متماسكه، حاجه ما شاء الله طالعه يعني زي اللي بره بالظبط. طبعا بنظافة بيتك وبعمايل ايديكي وضمناه كويس جدا. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك لو عجبك الفيديو. حاجة تحفة، ان شاء الله هتجربيها وهتعجبك.